بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسولنا الكريم. السلام عليكم متتبعاتي، مرحبا بكم مع هذه الوصفة التقليدية الرائعة، المحور القسنطيني. هنا نقد نديروه كطبق ثالث في العراس ولا للضيوف، نقدموه مع اللبن، نديروه بيض رائع. نجيو الوصفة تاعنا شويه حمص، فيونداشي، البربوشه او الكسكسي تاعنا، وايضا هنا اللحم كي تعود في العيد عندكم في يعني قطع تاع الخروف، من الاحسن ما تحطوش السمن والزيت، يعني تعود اللحم مشحمه. نتكلم صحيا فقط، واللي يحبوا ليدام يعني في يديكم. هنا انا عندي الدجاج وطرف تاع اللحم، حطيت شويه سمن وشويه زيت والبصله، ونقليوها تقليه عاديه كما راكم تشوفوا شويه. وانا من اني عدت ما نكثرش التقليه باش هكذا الاكل يكون صحي اكثر. نمرقوها ونخليوها طيب، يعني ومو حال يقول لك باللي يعني كي ما تقليش هي ما تجيش بنينه، لا بالعكس، نروحوا نسوموها في الماء تاعنا، نحيو الغبار لانها يابسه نهائيا، نصفيو الماء ونخليوها تشيح. بعد ما تشيح نبرموها مليح باش ما نخليوش هذوك التكتلات بيدينا بهذه الحركه، حتى نفرزوا الحبيبات هذوك على بعضهم وتجينا مفروزه حبه على اختها، يعني كيما يقولوا حنا الكبار بكري تجي كي السمسم. نزيدوا لها الماء بشويه بشويه كيما تشوفوا، تتشرب هذاك الماء ونحطوها تصفر يعني على فابور. بعد ما خدمناها بيدينا مليح كي تصفر، نزيدو نحلوها مليح بنفس الطريقه، نزيدو شويه ملح اذا كانت مفتوله في المسس طبعا، ذوقوها وزيدوا الملح حسب الرغبه، شويه زبده ولا شويه سمن، خصوصا الزبده تاع البقرات تعطيها نكهه رائعه يعني كطبق تقليدي. طبعا نبخو بشويه ما نبخو ونفتلو حتى تتشرب وتشيح لنا، يعني تشرب مليح. نروحوا الان نحطوها تفور الفوره الثانيه، ونروحوا نبريباريو الفيونداشي تاعنا. زدت شويه شابلي وشويه فلفل كحل، شويه ملح وشويه بصل قطعوه رقيق يعني يكون تصيبو ما يبانش. هنا طبعا مادام تاع المحور مش راح نحط له المعدنوس ولا اي شيء اخر اخضر باه ما يفسدناش اللون تاع المرق كملاحظه، يعني درت انا قد طبق فقط. نحطوا هذاك الفيونداشي تاعنا يطيب. بعد ما طابت لنا اللحم، الفيونداشي حطوه في اخر دقيقه، بضع دقائق فقط باش ما يبسلكمش، لان الفيونداشي راهي هشه وتطيب بسرعه. نجيو الان نقدموا الطبق تاعنا، حطينا له الزبده. هنا صفيت المرق، ودو بريفيرونس انا نحط بالطبق باه تتشرب كامل، ماشي تحطوها كامل وتصبوا المرق من الفوق وتبقى من التحت. ديروا بالطبيقه هكا بالطبقه بشويه وحركوها باش تجي هذاك المحور تاعنا يجي متشرب ورائع جدا جدا. وصفه تقليديه، نتمنى تعجبكم. ما تنساونيش من اللايك والاشتراك والبارطاج، والسلام عليكم.